مصر في اولمبياد باريس. والله البرامج اللي بتذاع عندنا في قنواتنا المصريه يعني، الله يخليهم. كفايه بقى طبطبه، الله يخليكم. قرفنا بقى، قرفنا والله العظيم. 51 سنه تمثيل مشرف، كرهنا حياتنا. امتى مش يجي مثلا انت زعلان ان البطل خسر، يقول لك ما تزعلش، احنا نقف جنبيهم. نقف جنبيهم يا عم، ده صرفوا ملايين في اعدادهم. نقف جنب مين يابا؟ في اولويات يا حبيبي، اولويات. المفروض الاولمبيات المصريه تركز في لعبتين ثلاثه نطلع بيها من ميداليات، مش نروح 100 فوق ال 150 واحد ونرجع معانا ميداليتين ثلاثه. الناس بتطبطب. طب الناس اللي احنا نطبطب عليهم بتوع الاولمبيات اللي بيخسروا دول، طب احنا بقى مين اللي هيصالحنا؟ احنا نفسنا بتتكسب كل ما بنخسر، وبنحزن وبنزعل. مين بقى يجي يطبطب علينا؟ محدش. احنا المفروض بقى نقعد ندعم. انا ادعم البطل عشان يفضل على مستواه، لكن ما دعمش لعيب ما بيطلع اخير في مركزه. ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه فيه؟ بتتلعب كل 4 سنين. كل حاجه، تنس طاوله نخرج منها، العاب قتاليه نخرج منها. ده حتى البنت بتاعت الملاكمه، تخيلوا اول مره بنت مصريه في الملاكمه تروح تلعب في اولمبياد باريس. حضرتك جه يوزنوها في الميزان، لا زي 700 جرام، فروحوها. يعني نسال مين بقى على الفلوس اللي مصروفه؟ نسال مين المسؤول عن المهازل اللي بتحصل؟ يا جماعه خلونا واقعيين. زي ما في دول مثلا على سبيل المثال زي تركمانستان واوزبكستان والدول دي مركزه على الرياضات العنيفه، الجودو، الملاكمه، المصارعه. ليه احنا ما نعملش زيهم ونركز على الحاجات اللي احنا البنيه بتاعتنا تنفع فيها؟ رفع الاثقال، عندنا ابطال عالميين فيها وبتجيب دهب. طب ليه احنا ما نركزش فيها؟ فلوس مهدره. مع السلامه.